من شمال غرب المملكة العربية السعودية، وتحديدا تبوك، انطلق فارس من فرسان الهلال الذين عشقوا هلالهم منذ تمييزهم بين الجمرة والتمرة، والذين عاهدوا هلالهم بأن يكونوا له العون والسند ويهتفوا باسمه للأبد. أبو خالد، ذلك الفارس الشهم الذي صال وجال في الحضور لدعم هلال آسيا الذي سطر التاريخ وأنجز للوطن ما لم ينجزه غيره، وها هو يكسر الرقم 99 بعد 100 بين ألم وأمل في الحضور لهلال الأرقام، هلال الأحلام، هلال لا أوهام. ها هو على مشارف 60 يستعد لحضور النزال رقم 200 لأزرق العاصمة، ولسان حاله يقول: من الحب رسمنا لك طريقا لا ينتهي، ومن الوفاء جددنا لك كل ذرة حب، مع العناء ومع الرخاء وفوق كل كلام، نبني لك صرحا من عظيم العشق لن ينهار، وسنبقى للحاضر والقادم قوة لأجلك يا هلال. وسيبقى ذلك القلب محبا وعاشقا ومتيما لذلك الزعيم الذي حقق أحلام جماهيره، وأحلام غيره واقعه الذي سئم منه، ويريد مجدا جديدا يضاف لمجدا تليدا، ويرسم الفرحة ويشعرهم بأن هناك عيدا. نتمنى لأبو خالد العمر المديد والحياة السعيدة في المباراة رقم 200 في ديربي العاصمة. أخوي زعيم، وبس كل الشكر والتقدير لك، حضورك ومؤازرتك ومساندتك لنادي الهلال في مبارياتك، وحضورك المباراة رقم 200 القادمة بين الهلال والنصر دليل على حبك وتشجيعك، ومحظوظين بتواجد مشجعين أوفياء مثلك مثل الجمهور الهلالي. كل التوفيق لك وفخورين فيك. الحبيب زعيم وبس، الله يوفقك ويكتب لك الخير والسعادة ويمدك بالصحة والعافية. فخورين جميعا فيك مشجع هلالي، كل هلالي يفتخر فيك. اليوم ما شاء الله 200 مباراة حضور على أرض الملعب مع الهلال، بصراحة رقم كبير. ودائما الهلاليين يعني أصحاب الأرقام القياسية ودائما نمبر 1 في الإحصائيات، وأنت اليوم ما شاء الله تبارك الرحمن 200 مباراة حضور مع الهلال، هذا دليل وفائك، والهلال يستحق. وأنت يعني من الأسماء البارزة في المدرج الهلالي، الجميع يحمل لك الود، الجميع يحمل لك التقدير، وأنا في مقدمتهم. ونتعلم منك صراحة محبة الهلال، نتعلم منك قبل كل شيء الوفاء. وفائك لا يستغرب، وفائك جميل، وفائك يعني بصمة يعني يجب أن تبقى في صفحات التاريخ الهلالية. الحقيقة أن أبو خالد يستحق الشكر والتقدير منا كهلاليين كلنا. هذا الرجل يعني دائما يضحي بوقته من أجل حضور مباريات الهلال. تخيلوا يطلع من تبوك على طيارة ويحضر ويرجع اليوم الثاني. يعني هذه المباراة رقم 200 في مباريات الهلال. أبو خالد شهادتي فيه مجروح حقيقة. أتمنى دعمه، أتمنى من الجمهور الهلالي أنه يشكر أبو خالد وأنه يدعمه، لأنه يستحق الدعم. أبو خالد، أنا أقول لك أبو خالد شكرا. زعيم بس ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حضورك ل 200 مباراة للهلال شيء صراحة يدعو الهلاليين للفخر ان عندهم محبين وعشاق امثالك. واتمنى ان شاء الله من ادارة الهلال انها يعني تكون لها وقفة مع هذا الحضور والتواجد في مباريات الهلال. شكرا لك وبالتوفيق لك وللزعيم. تحياتي لك اخوي زعيم وبس، وهنيك وصولك لرقم 200 في حضور مباريات فريقك فريق الهلال، واتمنى لك عمر مديد وسعيد. حياك الله يا أبو خالد. ديربي الرياض، الهلال والنصر، ما شاء الله المباراة رقم 200 حضور، ما شاء الله من أكثر من 30 سنة، من تبوك للرياض لخارج المملكة. ما هي غريبة عليك أستاذ يوسف. إن شاء الله مباراة ممتعة، بالتوفيق إن شاء الله. حياك الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساكم بكل خير. أنا حقيقة سعيد جدا 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 أني أشارك أخوي وحبيبي زعيم وبس بمناسبة حضوره ل 200 مباراة لكبير آسيا
كبير الوطن نادي الهلال. فأقول له الله يعطيك الصحة والعافية، ما شاء الله تبارك الله، من الجماهير الوفية جدا جدا. وهذا ديدن الهلاليين اللي دائما وأبدا ما يكونون حاضرين، ولكن زعيم وبس ما هو فقط مشجع عادي، ما هو فقط مشجع تقليدي، لا أبدا. رافق الفريق في 200 مباراة داخل وخارج الوطن، وهذا يعتبر رقم قياسي كبير جدا يحسب له. فهنيئا لك زعيم وبس، والله يوفقك، وبإذن الله نحتفل قريبا معك ب 250 مباراة و300 مباراة. الله يوفقك، وطالما الهلال يحقق ويحصد الذهب والبطولات الداخلية والخارجية سنسعد جميعا، وسيكون زعيم وبس حاضر في كل المباريات. وأنا أقول لك يا زعيم وبس أنت فال خير على الهلال. حقيقة هناك مشجعين أو محبين الأندية يفتخر فيهم النادي، بل حتى المشجعين يفتخرون في مثل هالنماذج. استاذ يوسف الشاذلي محب وعاشق، تجده حاضر مع الهلال في كل الأحوال. وصلت الآن حضوره وتفاعله إلى الرقم 200. نسأل الله له التوفيق والفرح والسعادة ليوسف وهلاله. تحياتي. قدم الشكر للمشجع الهلالي زعيم وبس لحرصه لحضور مباريات الهلال وتكبد السفر، عناء السفر من تبوك، وحضوره للمباريات رقم 200 أمام فريق النصر. ولك تحياتي يا أبو خالد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بالخير جميعا. هذه رسالة قصيرة لأخونا الأستاذ يوسف الشاذلي، المشجع المحب المخلص لهذا الكيان اللي هو نادي الهلال. وطبعا الأخ يوسف هو من محبي ورواد نادي الهلال، وأتوقع أنه إن شاء الله بيحطم الرقم القياسي بالنسبة لحضور المباريات، وأتمنى له طولة العمر والصحة والعافية إن شاء الله. ومباراة اللي سيحضرها إن شاء الله الأيام القادمة هي تقريبا يمكن 200 مباراة يحضرها الأستاذ يوسف، ونتمنى له الصحة والعافية وطولة العمر. وهو أحد الأشخاص الذي لازمناهم وعرفناهم بحب الهلال وحب الهلال لهم. أتمنى له التوفيق في حياته الخاصة والعامة، وإن شاء الله يكون سعيد في الأيام القادمة بهذا الكيان بالفوز بالبطولات وفرحة وإسعاد الجميع. شكرا لكم، أخوكم منصور الأحمد. السلام عليكم، مساء الخير أبو خالد الهلالي العاشق زعيم وبس. كلمات الثناء، كلمات الشكر لا تفيك حقك صراحة. أنت مثال للزعيم المخلص، مثال للمشجع المتفاني، مثال لكل ما هو جميل في نادي الهلال وما يخص نادي الهلال صراحة. 200 مباراة تحضرها لنادي الهلال من وين؟ من تبوك الورد إلى كافة مناطق المملكة التي تساند نادي الهلال، وإلى خارج أيضا المملكة لحضور لمؤازرة الهلال. الله يعطيك ألف عافية، الله يبيض وجهك. وبإذن الله مباراة رقم 200 ستحضرها في مباراة النصر بإذن الله، ستكون إن شاء الله فعل خير علينا، نحقق فيها الفوز أولا، نؤكد الصدارة ثانيا، علو كعب الهلال على كافة الأندية ثالثا، ونفرح بك يا أبو خالد في المباراة رقم 200. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخي العزيز الغالي المشجع الهلالي الوفي زعيم وبس، تشرفت بمحبتك وأسجل إعجابي لك لحبك للزعيم، وأتمنى لك دوام الصحة والعافية طول العمر يا الغالي، وحضورك لمباريات الهلال من تبوك، وتحملك عناء السفر حتى تصل لمباراة رقم 200 التي ستكون إن شاء الله أمام النصر المباراة القادمة، وبفوز للهلال يا رب يا كريم. وإن شاء الله لن تكون المباراة رقم 200 الأخيرة، وعقبال حضورك لمباراة رقم 1000 للزعيم مليئة بالانتصارات والإنجازات لهذا النادي العظيم بمشيئة الله. وفعلا أنت زعيم وبس، ودمت بكل خير وعافية. أخوك ومحبك لاعب الهلال السابق سلطان بن نصير. مساء الخير، مساء الخير يا أبو خالد، مساء الخير زعيم وبس.
الله يكثر من أمثالك، ما شاء الله تبارك الله. المباراة القادمة تكون المباراة 200 اللي تحضرها للهلال، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حبك وعشقك للهلال. أتمنى لك التوفيق وأتمنى لهلالنا إن شاء الله مزيد من البطولات والانتصارات. تحياتي لك أخي زعيم وبس، فعلا أنت زعيم بس بحضورك جميع مباراة الهلال. الله يوفقك ووفق لنا. شكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوي يوسف أبو خالد، الحساب القوي والشهير وصاحب اللقاءات الجميلة في المدرج الهلالي زعيم وبس. الله يعطيك الصحة والعافية وطولة العمر. مباراتك المقبلة رقم 200 بين الهلال والنصر. ننتظر طبعا لقاءات جميلة وحصرية للجمهور الهلالي، دائما وافي وصاحب طلة جميلة بصراحة في المدرج الهلالي. حياك الله يا زعيم وبس. 200 مباراة رقم مميز يصادف ديربي مهم جدا، دائما مثير وشيق بين الهلال والنصر. أتمنى لك حياة سعيدة مليئة بالانتصارات والبطولات. أخوك خلف منفي. مساكم الله بالخير. اليوم عندنا أحد أساطير الجماهير بصراحة، نعم أسطورة في حضور المباريات وعشقه للهلال. بيض الله وجهك يا زعيم وبس، أنت مثال مشرف لكل مشجع لناديه. المرة هذه راح يكون 200 مباراة حضرها متواصلة. الله يوفقك إن شاء الله، تستاهل يا أبو خالد، والتوفيق. أخوي يوسف زعيم وبس، ألف مبروك وصولك للرقم 200 مصادفة بديربي الرياض الهلال والنصر. 200 مباراة حاضر الهلال داخل مدن المملكة العربية السعودية وخارج المملكة العربية السعودية مع الهلال أينما حل وارتحل. رقم صعب، رقم ليس بالسهل الوصول له، سواء مشجع نادي الهلال بشكل عام أو مشجع نادي الهلال اللي ساكن في مدينة الرياض بصفة خاصة. مو بالسهل توصل ل 200 مباراة حضورا وتشجيعا للهلال في الملعب. ألف مبروك، وإن شاء الله يتوج الهلال بالفوز تكريما لك في المقام الأول ولحضورك ولمؤازرتك وتشجيعك لهذا النادي العظيم. 200 مباراة، حضرت أفراح، حضرت منافسات صعبة، كؤوس، ذكريات كبيرة تمتلكها ما يمتلكها أي مشجع مثلك. ألف مبروك أخوي يوسف. السلام عليكم. أخوي زعيم وبس، بالبداية الله يطول في عمرك على طاعته، والله يعطيك الصحة والعافية. طبعا أنت من الأشخاص الهلاليين الأعزاء الكرام القراب حق قلب كل هلالي، معروف على مستوى جمهور الهلال. عطائك في حضور جميع مباريات الهلال، لأنك راح توصل الحين رقم 200. يعطيك الصحة والعافية. من تبوك للرياض ليه أين يذهب الهلال، فهذا شيء عظيم منك. الله يعطيك الصحة والعافية ويوفقك ويطول في عمرك يا رب يا كريم. زعيم وبس، أشكر. السلام عليكم، تحية طيبة وبعد مساء الخيرات أبو خالد الصديق العزيز. يعني بمناسبة حضورك وإتمامك للمباراة 200 مع نادي الهلال، عاشق هلالي بكل ما تعني الكلمة من معنى، دائما متابع للهلال، يتتبع الهلال، يتتبع أثر الخطوات الهلالية المليئة بالانتصارات والأفراح، ودائما وأبدا كنت في مقدمة الحاضرين في مباريات الهلال. شهادتي في هذا الإنسان، شهادتي فيك أبو خالد مجروحة، لكن هذا فقط هو فيديو لتقديم التقدير والشكر لك على كل ما تقوم به في متابعة هذا الكيان العظيم. سبق التقيت أنا وياك وحضرنا مباراة ريال مدريد والهلال في نهائي بطولة أندية العالم في الأردن في عمان مع رابطة مشجعي نادي الهلال، وقد عرفتك عن قرب وعرفت يعني هذا العاشق الأبدي، وهكذا هم عشاق الهلال الدائمون
على مسار تاريخ هذا النادي العظيم. إن شاء الله أبو خالد نحتفل فيك وأنت تحضر المباراة 2000 وال3000 وال4000 في هذا في انتصارات وتحقيق مزيد من البطولات والإنجازات لهذا الكيان العظيم. الله يعطيك ألف عافية وسر وثابر على هذا الموضوع، وكل الجماهير الهلالية تحييك على هذا المجهود الرائع. شكرا لك. زعيم وبس نموذج للمشجع الهلالي الوفي المخلص الذي ينتقل أو يتنقل من مدينة لمدينة حتى يؤازر فريقه داخل الملعب. اليوم زعيم وبس أكمل 200 مباراة حصر من خلالها جهده وماله في سبيل أن يرى الهلال داخل المستطيل الأخضر. ومثل هذا المشجع يعتبر نموذج للمشجعين كافة من كافة الميول، يستحق الاحترام من جميع المنتمين للوسط الرياضي. والله ما نقدر نقول له إلا شكرا لك يا زعيم وبس، شكرا لك من أعماق القلب، عقبال ما توثق حضورك ل 500 مباراة. السلام عليكم، حياك الله أبو خالد، مساك الله بالخير أو صبحك الله بالخير. الحقيقة أنا لي الشرف أني أسجل هذه الكلمات لك خاصة، لأنك إنسان ورجل خرقت التاريخ أو دخلت التاريخ من جميع أبوابه ومن أوسع أبوابه. الآن أهنيك أنك حتكون حضور 200 مباراة للهلال، وإن شاء الله من هذا وأزود. أتمنى لك المزيد إن شاء الله، توصل إلى 300 و400 و500 إن شاء الله بعد طولة العمر. الله يحفظك ويستر عليك وموفق إن شاء الله، وأتمنى لك كل خير إن شاء الله وكل سعادة. هذا الزعيم اللي عشق مجد الزعيم، عقد ورا عقد وهو دايم وراه، مرة يجيبه للرياض ومرة يوديه القصيم، وإن شرق هلاله تشوفه شرق بقلبه معاه. قصة غرام تنحكي مدادها عشق قديم، هلاله يشوفونه زعيم وهو يشوف انه حياة. ما هو زعيم وبس، لا هذا من أشباهه عديم، ما له شبيه إلا الهلال اللي تغنيها الشفاه. 99 و100 في حضور مستديم، ما كل من كثر الحضور ولا مل من ركضه وراه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسعد مساءك زعيم وبس. طبعا بلا شك أنا كهلالي يعني يجب علي أني أشكرك على المجهود الجبار اللي تقوم فيه بالتنقل لحضور مباريات نادي الهلال، وأعتقد أن المباراة القادمة ستكون الرقم 200 رغم كبر سنك وعشقك للهلال، لأنك تتحمل مشقات السفر وهذا يحسب لك، فهذا أقل شيء أقدمه لك. وأتمنى من جماهير نادي الهلال ومحبين نادي الهلال ورجال نادي الهلال أن يكون لك تكريم خاص، لأنك تستحق ذلك. 200 مباراة تتنقل بين مناطق المملكة بالإضافة إلى خارج المملكة، هذا يعتبر إنجاز كبير لم يسبق به أحد. أتمنى من الجميع دعمك والوقوف معك والدعاء لك وتكريمك، فأنت تستحق ذلك. شكرا لك زعيم، بارك الله فيك. هذا أقل شيء أقدمه لك. معك أخوك هلالي قديم أبو علي. بسم الله الرحمن الرحيم. يطيب لي أن أتحدث عن العزيز الأخ زعيم وبس. هذا الزعيم صراحة حالة نادرة ومن الظواهر الموجودة في وقتنا هذا، حتى اللي ساكن بالرياض أعتقد، حتى اللي متواجد مع الهلال كإعلامي متواجد 24 ساعة، لا أعتقد أنه يستطيع خلال السنوات الماضية أن يحضر 200 مباراة، لأنه المسألة حنا مع الهلال من بداياتنا إلى الآن يمكن الواحد ما حضر 40-35 مباراة، ف200 رقم كبير. هذا الرجل يستحق التكريم من الجميع، يستحق الإشادة من الجميع. بيض الله وجهه، وإن شاء الله يكون نموذج للأجيال القادمة
من الزعماء القادمين، خاصة والهلال يعد من أكبر أو بالأصح ثاني العالم. الهلال ثاني نادي بالعالم من حيث الشهرة، من حيث الكثافة الجماهيرية، من حيث البطولات. فبيض الله وجه أخونا العزيز زعيم وبس، ويعطيكم العافية وله منا جل التقدير. أنت الزعيم اللي يسمى هلالي، حتى انتمائك شفته بلون دمك. أنت زعيم وبس لاجل مجالي، تقطع مسافات العشق يهمك. مشيت من تبوك لأجل الهلالي، ولا فاز كنه في خيالك يضمك. الصيت والتاريخ يا ابن الحلالي، يستاهله شرواك ونحاز يمك. فيك الشهامة ورث والراس عالي، من ساس أبوك وورث خالك وعمك. زعيم وبس اسم على مسمى مثال، عشق الزعيم بكل حال يدفعه. كل المدرج يعرفه ما به جدال، من وين ما سافر حبيبه يتبعه. لأجله تحمل كل صعب الانتقال، حتى الظروف القاسية ما تمنعه. هذا هلال وحال عشاق الهلال، دايم منصات البطولة مطمعه. كل ما تعثر أو به الميزان مال، جمهوره الوافي سريع يرفعه. رقم قياسي يستحق الاحتفال، 200 رحلة برض الأزرق تجمعه. زعيم وبس الواقع بدنيا الخيال، من وين ما راح البطل يمشي معه. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم وصل المشجع الهلالي والمغرد الجميل زعيم وبس إلى الرقم 200 حضورا ودعما ومساندة في المدرج الفخم، المدرج الهلالي. حقيقة هذا الرقم رقم كبير جدا، خصوصا إذا عرفنا المسافات الكبيرة التي يقطعها من أجل المساندة والدعم لنادي الهلال. مملكتنا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل ولاة أمرنا مساحتها مساحة كبيرة جدا، لذلك المسافات تجدها مسافات كبيرة بين المناطق وبين المدن. ومع هذا نرى زعيم وبس يحضر في المنطقة الشمالية والمنطقة الجنوبية والمنطقة الغربية والمنطقة الوسطى والمنطقة الشرقية، كل هذا حبا ودعما ومساندة لهذا النادي العظيم. أينما يتواجد الهلال يتواجد زعيم وبس. شفنا زعيم وبس في المدرجات، شفنا في المساحات الهلالية، شفناه كمغرد هلالي ومغرد جميل جدا. زعيم وبس يستحق منا الدعم، كل من يدعم الهلال يستحق منا أن ندعمه، ويستحق منا الإنصاف، ويستحق منا الإشادة، ويستحق أيضا المشاركة. زعيم وبس أنت نموذج يحتذى به في عشقك لهذا النادي، يعطي دلالة على وفاء الجمهور الهلالي لناديه، ويعطي دلالة على مكانة هذا النادي اللي حظي بالإشادة من ولاة أمرنا لما قدموا للرياضة السعودية. دائما الهلال مشرف للكرة السعودية، داعم للمنتخبات. الهلال نموذج يحتذى به، كسعوديين فخورين بهذا النادي، وكهلاليين أيضا فخورين بعشقنا ومحبتنا لهذا النادي. زعيم وبس ألف شكر، بإذن الله تعالى نراك تضاعف هذا الرقم وأنت بصحة وعافية، وهلالنا من إنجاز إلى إنجاز بإذن الله تعالى. وهذه بعض الأبيات أيضا مشاركة وتعبير عن المشاعر لما قدمت من دعم ومساندة وحضور متواصل في دعم الزعيم. الدعم والتقدير والإنصاف بالنهج السليم اللي تنقل لجل تشجيع الهلال أولابها، توج حضوره بالرقم 200 تتويجا عظيم، من عادة العشاق لا يمكن تنيخ ركابها. من كثر حبه للزعيم أصبح يلقب بالزعيم، من هيبة النادي وجمهوره تهاب القابها. عنوان للمجد الحديث ومرجع المجد القديم، باقي بطولة واحدة مستعصيه ما جابها. حقق وصافتها وبذنك يا عظيم ويا كريم، الموسم القادم يحققها ونتغنى بها. لابد كاس العالم ان تدعنا وترضخ للزعيم، وكيد في نادي الهلال مجهزنا دولابها. من تبوك الورد كم شد الرحال، للشمال وللجنوب وللقصيم وللخليج ولاسيا سافر وجال. يا ترى مجنون أو عاشق صميم، مختلف عن غيره بحب الهلال، والوفاء ما بار للعشق القديم.
مخلص لناديه ونعده مثال يحتذى به عند جمهور الزعيم، وكان بالأرقام ما فيها جدال، في زعيم وبس من جاد الغشيم، والرقم 200 لو سولف وقال شاهد ان العشق للأزرق عظيم. كالعادة معنا القويعي وفي المباريات وزعيم وبس دائما طيب. سؤال اختبار، مباراة رقم كم زعيم وبس؟ يلا والله الظاهر 154 صح؟ لا حرام عليك ذبحتني. كم؟ 189. طبعا اصبر طيب على طول. 189. الهلال club in Tabuk, north of Saudi Arabia, 1,600 kilometers. I come here to say to you, welcome to Al Hilal, and we are happy to see you. Thank you a lot. Thank you. Thank you a lot. ياسر، هذه المباراة رقم 160 احضرها من ما شاء الله تبوك، تبارك الله. من تبوك للهلال. عسى عمرك طويل ان شاء الله. انت كلاعب لما انت واحد عمره 52 سنة ويجي 160 مباراة يحضر، ايش تعني لك انت كلاعب؟ والله الله يعطيك العافية. وايش رسالة توجهها للجماهير؟ الله يحفظك يا رب، ان شاء الله يكونون زي خطاك ان شاء الله. يا رب الله يوفقنا وياك، احنا نحبك ياسر. نتشرف فيك الله يوفقك، الله يوفقك يا حبيبي. كالعادة وكالعادة كيف حالك؟ حبيب قلبي. طيب اليوم مباراة الهلال والرياض. الله مباراة رقم كم؟ يلا تقول عشان المرة هذه كيف؟ 189. ما شاء الله. ممتاز. طيب اليوم جبنا الشوط الأول هدفين، الشوط الثاني تبغى توقعي أنا ولا لا؟ كم؟ توقع هدفين 6. والله يسمع منك يا رب، لما زيادة الأهداف طبعا. كذا عندي إحساس إنها 6. يا رب يا رب. مباراة 184 أحضرها من تبوك للهلال. الله يحفظك أبو البندري، وجه الخير وجه الخير. زعيم وبس. الله يوفقكم جميعا ان شاء الله. الله يحفظكم. يا الله ما أجمل هذا اللقاء، ما أجمل إنسان كان له در كبير في حبي للهلال، والله ما أقولها وأنا معاك طول العمر. هذه المباراة رقم 199 اللي يحضرها زعيم وبس من تبوك للهلال. الرقم هذا يعني لسمو الأمير شيء كهلالي. إن شاء الله تحضر 200 وأكثر إن شاء الله. الله يسعدك. أهم حاجة إن شاء الله الفوز اليوم. يا رب يا رب يا رب. الله كريم. أنا متفائل وشكرا سمو الأمير وتواضعك. شكرا. اليوم شرفت اليوم بلقاء القمة والهامة اللي زادت في قلبي أنا زعيم وبس. الحب لهذا الكيان، هذا الفاضل، هذا الإنسان، والله أحبك من كل قلبي يا أستاذ فهد. شكرا لكل ما سوي للهلال، وكل تبوك تشكرك، كل تبوك تشكرك. ألف شكر أستاذ فهد بن نافع، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أقدم جل شكري لكل من دعمني في هذا الفيديو كليب اللي يحكي قصة زعيم وبس والمباراة رقم 200. طبعا أنا حاب أوضح أنه ليش أنا وثقت هذا العدد من المباريات، علشان الجيل الجديد اللي ما يعرف الهلال وما عاش دور الهلال يعرف أنه في له جمهور وفي بينقل الرسالة له، تحفيز على أساس يحضر المباريات في الملعب. أنا أقدم شكري لكل الإعلاميين وكل اللاعبين القدامى وكل شعارنا اللي أكرموني بالكلمات الطيبة، وأشكر أشكر أشكر المعلق الرائع مهنا العنزي. حقيقة أبدعت أبدعت أبدعت. شكري الكبير لإدارة الهلال، شكري الكبير للوليد بن طلال، شكري الكبير لكل من يعمل في نادي الهلال، هذا النادي العملاق اللي جعلنا نحبه ونحبه ونحبه أكثر مما إحنا كمان نتصور. الحب والعشق لهذا النادي أصبح في نفسنا وفي دمنا. لا يعني إنه المباراة 200 إنه ما راح أحضر زيادة، لا أنا هحضر زيادة وزيادة وزيادة. الله يطول بعمري وعمركم إن شاء الله. ولكن في نقطة مهمة، كثير يقولوا لي ليش يا أبو خالد ما خليتها مباراة الحزم؟ يا أخي مباراة النصر صعبة، افرض تنزلها مباراة النصر تحت مباراة النصر ويفوز النصر. أقول بكل بساطة مباراة النصر كلها 3 نقاط. أنا واثق بفريقي، بالعكس أبغى الصعب، لأن الهلال يدور الصعب. بإذن الله حنفوز، ولو لا قدر الله ما صار شيء هي كلها 3 نقاط والهلال متصدر الدوري. الله يوفقنا ويوفق هلالنا، وشكرا شكرا شكرا
من القلب للجميع.